برحب بحضراتكم مشاهدينا، وبقول لكل طلابنا وطالباتنا يا رب ربنا معاكم وما يضيعش تعبكم ابدا. ويعني نفسي كده كلكم تتفائلوا، والسنه ان شاء الله سنه هتروح بحلوها ومرها، والسنه الجايه ان شاء الله يا رب تبقى احسن، وان شاء الله الامتحانات تيجي في مستوى الطالب المتوسط وكلكم تقضوا اجازه سعيده. خلينا نقول بقى فقرتنا النهارده يعني فقره مهمه جدا، التوتر اللي بيغلب على فتره الامتحانات. دايما بنقول ان السنه كلها كوم، وقت الامتحانات ده كوم تاني خالص، سواء للطلبه او كمان للاسره، لان الاسره بتبقى متوتره يمكن اكتر من الطالب، وبنلاقي حاله استعداد قصوى ويعني انذار في البيت احنا عندنا طالب بيمتحن. بتبقى مشكله كبيره، ويا ترى ده بيأثر علينا وعلى الولاد ولا احنا بنحاول نكتمه في قلبنا، وولادنا بقى يعني يا ترى بيبان علينا ما بيبانش، هم اوريدي بيبقوا متوترين. نعرف ازاي ممكن نتغلب على كل ده مع ضيفنا الكريم. منورنا دكتور حاتم صبري، طبيب نفسي اطفال ومراهقين. منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نقول كده يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنتضايق من اهالينا لما يبقوا بيوترونا ايام الامتحانات، ويبقوا حسسنا ان المساله حياه او موت، وممنوع تلفزيون، ممنوع اي حاجه. دلوقتي طبعا بقت في حاجات تكنولوجيا بقى اكتر، ما تخرجش ما تتلفتش. للاسف احنا دلوقتي بنعمل كده برضو مع اولادنا. ما ده فعلا ده اللي الموضوع بيبقى متوارث ولا ايه؟ هو الموضوع يعني ده جزء من الثقافه، ان احنا بنتعامل مع فكره التعليم كفكره امتحان. ده اللي بيزود التوتر كتير قوي في فترة الامتحانات، وفي الفترة اللي قبل الامتحانات، سواء توتر الأطفال أو توتر أبائهم. لكن لو اتعاملنا مع التعليم بفكرة تانية، ودي المهمة قوي بالنسبة لنا، اللي هي فكرة المعرفة. المفروض لازم نتعامل مع التعليم، ولازم نحط في ولادنا، نزرع في ولادنا ان التعليم ده فكرة معرفة قبل ما هو امتحان. لو مزروعة القصة دي، كتير قوي من التوتر بيقل، لأن الولاد بيحصلوا طول السنة، بيحصلوا حبا في المعرفة قبل ما يكون فكرة في الامتحان. الابهات بيقيموا اولادهم على اساس ان هم عندهم معرفة بالمادة دي ولا لا. دي بتسهل القصة كتير وبتقلل التوتر كتير طبعا. تمام. معلش يعني مع احترامي برضو الكلام ده، ان في احيانا بعض الاهالي بتعمل القصة دي ان هو الموضوع يبقى معرفة، بس الولاد بيتعيدوا من صحابهم بقى، اللي هو لا احنا اصحابي ما بيذاكروش، احنا نفتح الكتاب قبل الامتحان بحاجة بسيطة، نلم المنهج في يومين ثلاثة. البيت برضو دوره ما بقاش قوي بقوة زمان. طبعا التأثير بيبقى يعني طبعا البيت مش قوي بقوة زمان، بس البيت ليه قوة برضو. احنا نشجع اولادنا. مهم جدا ان احنا نشجع اولادنا على طريقة المذاكرة، وعلى ان هم يذاكروا، ونحاول نقف جنبيهم، لان ده بيبقى وقت ازمة بالنسبة لهم. تمام. بيفرق كتير قوي في حياتهم ان هم يحسوا ان الاب والام عاملين لهم سبورت في المرحلة دي. لكن فكرة المعرفة مش معناها يعني احنا لو يعني مفهوم المعرفة اللي انا اقصده لحضرتك ان في ترشيد وقت طول الوقت من اول السنة لغاية اخر السنة، في ترشيد وقت. في وقت بتقضيه لأنشطة، في ترفيهات، في رياضة، في مذاكرة. كل حاجة مرشدة، وكل حاجة انت بتحقق فيها التارجت، مش مذاكرة بس. كتير قوي بقى من مفهوم الاباء والامهات، هو بيروح ان ابني كويس عشان خاطر بيذاكر، ابني كويس عشان بيجيب درجة حلوة. تقييم الابن بيبقى متوقف على نقطة واحدة بس. طب انا مش عايزه اخش في الجزئيه دي، لان هتاخدنا في قصه تانية خالص، وفكره الفروق الفرديه، وممكن طفل بيستوعب بسرعه، طفل تاني ممكن يقعد اليوم كله على نفس المعلومه. تمام. خلينا بس نيجي لفتره الامتحانات ونقول الطقوس اللي بعض الاسر بتعملها، اللي هو النت يتقفل عن البيت، التلفزيون ممكن يتشال، ما نفتحوش خالص، حاله توتر دائمه. ده صح ولا غلط؟ فكرة المنع ده مش صح، لان انا بزود ضغط على الابن بالزيادة، يعني بالاضافة لضغط الامتحانات اصلا، بالاضافه لضغط ان هو في حاجات حاسس ان هو مش محصلها كويس. فده بيزود الضغط. لكن فكره الترشيد فكره كويسه. تمام. يعني انا مديله تارجت، انت النهارده مثلا المفروض، واحنا لو هنساعد ولادنا، انا هعمل لك سبورت، انت النهارده المفروض تذاكر الحاجه دي بطريقه معينه، خلصتها واي نوت ان انت تبقى في اي نشاط ترفيهي. يعني نشاط الترفيه ده ممكن يبقى ساعه ساعتين، نحط جمله لو خلصت. تمام كده، ده الترشيد. لكن فكره ان انت لازم ما تعملش اي حاجه غير ان انت تذاكر، لو دورنا هنلاقي ان الفرق ما بيبقاش كتير. اللي بيشجع ابنه بيحاول ينجز في وقت كويس علشان يوصل للهدف. بس مين اللي يحدد الكميه اللي تخلص، الاهل ولا الطلبه؟ معرفتنا طبعا يعني بيبقى الجزء فيها مشاركه بالاهل بالنسبه لظروف الامتحانات، وبالنسبه الطالب برضو بيفرق، المدرس بيفرق. بنحاول نحدد الجزئيه دي على حسب الثلاثه. يعني مثلا انت عندك امتحان مثلا بعد اسبوع،
فالمفروض في حاجات معينه لازم تخلص، بنحاول نقسمها بطريقه هو يقدر يخلصها، وفي نفس الوقت بطريقه ما يبقاش فيها ضغط. ده بيفرق كتير قوي. قصه ان انا اكون ضاغط على ابني طول الوقت، ده ما الولد خلاص انا هخلص الصفحتين دول، طب انا هذاكر الصفحتين دول طول اليوم، هيضيع اليوم فيها، وفي نفس الوقت هو ما اتعلمش يرشد الوقت. لازم نعرف يا جماعه ان الولاد مش فكره ان الطفل ما بيقدرش يركز في الهدف البعيد، غير كده هو ما يقدرش. قصه ان انا يبقى عندي تركيز في قصه الهدف البعيد دي صعبه. دي بتبدا من سن كام؟ قصه ان احنا يبقى فيها هدف استراتيجي، ده عاده بيبدا بعد يعني سن المراهقه، يعني مثلا نبدا على حسب طبعا برضو القدرات، بس في رينج ال 17 ال 18 ده بقى ثانويه عامه يعني. لغايه اكتر من كده. فقصه ان انا اعمل لك هدف ان انت بعد شهر ان شاء الله او بعد سنه هتبقى حاجه كبيره قوي، هو دي ملهاش معنى بالنسبه له. انا عايز هعمل حاجه دلوقتي وهيبقى الهدف دلوقتي او تمام. هتبقى النتيجه دلوقتي. طيب دكتور حاتم، نشوف مع بعض تقرير كاميرا البرنامج قعدته، ونرجع بقى لمجموعه من الاسئله كتيره جدا محضرينها لحضرتك لطلبه سواء بيمتحنوا او لسه هيمتحنوا، بس هنقولها لك بعد ما نشوف مع بعض التقرير. نشوف مشاهدينا التقرير ونرجع مره ثانيه. المعاملة الطيبة مع الأبناء يعني، وتلبية طلباتهم، ويعني تنفيذ الطلب اللي هو مطلوب منك في حدود المعقول يعني. مش كل الطلبات تبقى مجابة، مش كل الطلبات بتترفض طبعا، بس ايه عشان نوفر لهم النفسية. يعني نوفر لهم النفسية الأول بالمعاملة الحلوة، بالطلب اللي هم يطلبوه، بالتوفير الوقت للمذاكرة، الزيطة والوش اللي حواليهم، الهدوء. بس بالنسبة لفترة الامتحانات في البيت دي بتبقى في أي بيت مصري فترة طوارئ، فلازم تعدي فترة الطوارئ ديت بعقل، تندرس بعقل، وتمهد المكان والهدوء والترتيب، ويحاولوا الأب والأم يشاركوا الأولاد البنات الطلبة والطالبات في ترتيب أوقات مذاكرتهم، في مخليهم ياخدوا الموضوع ببساطه. والله اصلا يعني فتره الامتحانات دي فتره قلق لوحدها، احنا اللي عاملين القلق. اصلا نظام التعليم عندنا من زمان اتعودنا على ان الامتحان شيء صعب وبنخاف منه وبنعمل حساباته. اساسا احنا واخدين العمليه التعليميه مجرد شهاده علشان خاطر نلاقي بها وظيفه ونتجوز بيها وحاجات زي كده، انما مش واخدينه للعلم. لو واخدينه للعلم هنحب العلم وهندرس وهنتعلم وهنذاكر وهننجح، ما يبقاش في قلق من اساسه. هو في المدارس او عامه التعليم بيبقى فيه ضغوط في المدرسه، اللي هو عايزين يحفظوا المقرر كله وفي وقت قصير، فهو في البيت لازم يعني بيحاولوا يقربوا الجو للطالب اللي هو يعرف يذاكر، بس هو طبعا ده ما بيحصلش، قليل جدا لما بيحصل، اللي هو المنهج تقيل ومحتاج مذاكره كتير. وفي الامتحانات اكتريه الامتحانات ما بتجيش علاقه بالمنهج اصلا خالص، فهو لازم حتى نساعدهم يبقى في المدرسه يبقى في يعني فرق من المدرسه والبيت. ازاله التوتر هو برضه الاستعداد للامتحان، وان احنا ناخدها بجديه وبحب. انت عارف انت بتحب شيء هتجتهد فيه، انت لو هتحب المدرسه هتصحى لها وتجتهد لها وتحبها، لو بتحب المعلم هتحبه وتحب مادته، لو بتحب البيت، اصل انت عشان توفر للي بيمتحن ده مناخ كويس لازم البيت فيه هدوء، ما يبقاش الاب بيتخانق والام بتتخانق والاخوه ويبقى البيت قايم، مش هينفع. انما لازم يكون فيه هدوء، في حته سكينه، علشان كلنا مشتركين في بناء هذا الطالب. هنقضي على التوتر ده بالهدوء. لازم ولي الامر سواء الاب ولا الام يعملوا ان يوفروا الهدوء في البيت، لا في زيارات للعائله ولا نجحمهم في فرح، في مولد، في عيد ميلاد، فلان مريض، ما لهمش دعوه بالكلام ده. الطالب مجند في بيته علشان يقدم امتحان، ولازم الطالب علشان يكون في البيت يكون فيه هدوء، لازم الأسرة توفر له كل سبل الراحة. شفنا طبعا آراء مختلفة للسادة المواطنين. دكتور حاتم، رأي حضرتك مع ولا ضد الآراء اللي اتقالت؟ هو في آراء كتير طبعا يعني قريبة كتير من الصح، وده طبعا نظرا لأن دي تجارب ناس شخصية، التجارب الحياتية طبعا بتدي خبرة كويسة جدا.
طب ايه اللي كان غلط عشان الناس تبقى يعني عارفة؟ قصه ان احنا هنتعامل مع الابن ان هو كمجند او لا، هو مش كده. مم. التعليم ده اسلوب او طريقه حياه، مم. مش مرحله. يعني كتير قوي انا بيضايقني الكلمه مشهوره جدا، اتعب يا ابني دلوقتي في الثانويه عشان تستريح بعدين. دي بتطلع لنا نوعين على من فكره هي للاسف هو ده حقيقي بس في بلدنا حقيقي. بس هي للاسف دي بقى بتطلع لنا نوعين من الطلبه، مم. الطلبه اللي بيخشوا كليات قمه والطلبه اللي ما بيخشوش كليات قمه. مم. طب اللي بيخش كليات قمه خلاص هو عايز يستريح بقى، فاللي هو ما عندوش استعداد ان هو يكمل تعليم مستمر، فمش هيطلع لنا كوادر او مش هتبقى الباور اللي ما هي فيه. عشان المنظومه كلها الفكره نفسها غريبه الفكره غريبه جدا. طب اللي هو بقى ما دخلش كليات قمه، خلاص انا كده بقى فشلت في الاختبار الحياتي الوحيد اللي انا كنت ممكن اقابله، فانا فشلت فيه، فخلاص كده ما فيش مني رجع. فسواء ده او ده خلاص الدنيا باظت خالص بسبب كلمه غريبه جدا مزروعه في مجتمعنا. يعني انا مش عارف مين يعني نقدر نقول منه لله اول واحد قال الكلمه دي. هي يعني مش كلمه، هو نظام تعليم مكتب التنسيق هو اللي هيحدد مصير اي حد. ممكن حد يبقى بيحب حاجه ويخش حاجه تانية خالص بسبب مجموعه. اوكي عشان خاطر اصلا نحاول نبعد عن القصه دي، لازم اي انسان في اي مرحله في حياته بيبقى عنده بلان ايه وبلان بي وبلان سي. نيجي للامتحانات والتساؤلات بتاعه الطلبه. اول حاجه هعرفها من حضرتك، المفترض ان احنا نذاكر الماده من اولها لاخرها ولا من اخرها لاولها ولا من الاجزاء الصعبه؟ طيب لو احنا بنتكلم عن فكره المعرفه، فانا المفروض في البدايه طول السنه كل وظيفتي تمام ان انا يعني حتى مش قصه اذاكر، قصه في الاول انا بحاول اقرا الماده او يعني بطلع على الماده وباخد من علمها. يعني انا عايز بس اطلع بالمفهوم، او انا عايز استفيد ذات نفسي، حاجات جديده عليا اتعرف عليها، ازود معرفتي. دي رقم واحد. تمام. رقم اتنين نحاول ان احنا نقراها تاني وتالت، لان ده هيزود لنا ايه خبراتنا فيها ومعرفتنا بيها. نيجي بقى لفتره الامتحانات. فتره الامتحانات احنا بنحاول نقسم زي ما الامتحانات او زي ما النتيجه بتتقسم والله واحد جايب مقبول، واحد جايب جيد، واحد جايب جيد جدا، واحد جايب امتياز. طيب احنا في الاول التارجت بتاعنا ان احنا ننجح. فانا بيكون هدفي في الاول ان انا اذاكر الحاجات اللي تاهلني، المواضيع العلميه اللي تاهلني في الماده دي ان انا ايه انجح. ده الحاجه الاوليه او دي المرحله الاولانيه، يعني اللي هي الحاجات السهله، الحاجات المشهوره او المهمه جدا في الامتحان. يعني الحاجات المهمه جدا في الماده، وخدي بالك الحاجات دايما المهمه جدا في الماده هي اكتر حاجات مفيده. لا معلش يا دكتور، عشان احنا بنتكلم ابتدائي واعدادي وثانوي، فابتدائي مش هيعرف يقول حاجه زي كده. يعني ازاي انا اقدر يعني فهي فكره ابتدائي انا ببتدي بقى بسهل ولا صعب؟ تمام. لا الاهل بيبداوا ان احنا مثلا بنعتمد على الاسئله او الامتحانات المهمه. احنا عندنا مثلا الاسئله دي في اسئله مشهوره ومعروفه جدا انها بتيجي للطلبه، ودي حاجه بتتكرر في كل المواد، والطالب او ابنك لو عرفها خلاص هو كده هينجح. فدي المرحله الاولانيه، احنا كده عدينا، انا وصلت يعني معنى كلام حضرتك ان انا ابدا بالاسئله والامتحانات قبل ما اذاكر؟ لا ده احنا خلاص اتفقنا ان في معرفه وفي زياده او استذكار في الماده كلها من اول السنه. بس ده كده الاستذكار او ده المعرفه. ازاي احقق بقى الهدف اللي انا عايزه من الامتحان؟ فالهدف رقم واحد هو ان انا انجح. تمام. الهدف رقم اتنين ان مستواي يزيد شويه، فنبدا بالاسئله. يعني نقدر نقسم الاسئله على حسب اهميتها في المنهج لاسئله الف، دي المهمه جدا اللي هي ما بيخلاش منها امتحان، واللي هي لوحدها تقدر تنجحني. تمام. دي انا بخلصها الاول. ده على فكره سواء في ابتدائي او سواء في اعدادي في اسئله او في نوعيات اسئله. ودي يمكن هي الاسئله اللي هي بتبقى صح وغلط، تختار ما بين الاقواس، اللي هي حاجات سهله، الحاجات النقط السهله غير بقى اللي هو بما تفسر وما النتائج، دي اللي تقيله شويه. الحاجات السهله والمعلومات المهمه قوي اللي دايما في كل امتحان بنلاقيها بتتكرر. السؤال اللي بيتكرر في كل امتحان معنى ذلك ان هو احتمال كبير هيجي في امتحاني. فالحاجات دي احنا بنعرفها الاول. تمام. فده بيخلينا ان احنا ايه نوصل لليفل النجاح. تمام. بعد كده بندور على ليفل ان انا اعلى شويه، يبقى مستوايا بدل النجاح يبقى مستوايا 70%. عدينا المرحله دي، ابدا مع ابني اشتغل معاه علشان اخلي مستواه 90 ثم مستواه 100. طبعا الابن لو بيستذكر طول السنه المراحل دي بتعدي بسرعه، يعني المراحل دي احنا بنبدا نحرقها بسرعه. لو هو ما كانش للاسف مثلا السنه دي حصلت فيها مشكله، برضو بيبقى ده داعي اكتر ان احنا نذاكر بالطريقه دي. لا لو هو بيذاكر قبل الامتحان على طول يعمل برضو الطريقه دي. طبعا. طيب يبدا بالمواد الصعبه ولا السهله؟ يعني خلينا كده نقول هو صاحي من النوم، طبعا معروف برضو ان الواحد بيبقى عقله فريش الصبح اكتر. تمام طبعا. على اخر اليوم خلاص بيبتدي بقى بنزينك يخلص، ما يعني هي طبعاً. العقل بيستوعب حاجات معينه. يبتدي بالحاجه الصعبه ولا السهله؟
يبدا بالحاجه الاهم بالنسبه له. مم. يعني مثلا انا ماده طالب مستواه فيها 70-80%، مم. وماده تانية مستواه فيها 50%، يبقى يبدا بانهي ماده؟ بال50 بال50. وانا لسه مصحصح. وهو لسه سواء الماده مم. دي سهله او صعبه، لان السهل والصعب دي حاجه نسبيه. بالظبط. يعني مثلا في طفل امكانياته في الحاجات الحسابيه مم. اعلى بكتير قوي في الحاجات اللي فيها حفظ، مم. في طفل تاني العكس. تمام. فالموضوع بيختلف من طفل لاخر. تمام. احنا بنحاول نرمم طول فتره الامتحانات الحاجات اللي واقعه مننا، بنحاول نرممها لغايه ما يا طيب. ريت البناء بقى يبقى 100%. الصح نذاكر اكتر من ماده في اليوم ولا ماده واحده واخلص منها؟ لان في بعض الناس تقول لك انا اعمل جدول الفصل الاول من كل مثلا ماده، ولا لا اخلص وحاجه تبقى اتشالت من دماغي وخلاص. بص، هي دي على حسب المرحله التعليميه. مم. يعني في المراحل التعليميه اللي هي في الابتدائي والاعدادي وحتى الثانوي، مم. لا بيبقى يستحسن ان يبقى كذا ماده في نفس اليوم. مم. ليه؟ لان احنا الماده بتخش لنا على مدار سنه، احنا عندنا معلومات منها. زي ما بقول لحضرتك، الطفل ما عندوش الصبر ان هو يقدر يكمل في حاجه واحده، في فرع واحد او في برانش واحد وقت كبير. لا، هو عايز ينوع. التنويع ده نوع من انواع اللعب في المذاكره. يعني احنا المفروض نعمل حلقه بس لوحدها عن طريقه اللعب، ان انا اذاكر ازاي وانا بلعب. ده يا ريت، احنا الامتحانات شغاله لحد اخر رمضان ثانويه عامه. بس طبعا يعني حتى الناس اللي جايه السنه اللي جايه او داخله مرحله جديده تعرف حاجه زي كده. الطفل انا ممكن اساعده ان هو تبقى المذاكره بالنسبه له لعبه. حقيقي يا ريت. فده بيبقى جزء التنويع ده بيساعد ان انا احس ان هو ايه، عكس النمطيه. انا بذاكر ماده واحده، تمام. طبيعي ان هو يبقى اخر ده اليوم ان شاء الله يبقى ليه تعب باذن الله أول حلقه مرة. ثانيه. بس خلينا برضو نقول الاحسن ان احنا نذاكر كتابه ولا شفوي وفي مجموعات ولا لوحدينا، لان في بعض برضو الولاد يقولوا ايه انا اروح عند صاحبي اذاكر معاه عشان نشجع بعض. طيب، اولا القصه دي بتعتمد برضو على ظروف. يعني ايه؟ يعني مثلا في المرحله الاولانيه خالص بتبقى المذاكره ما بين اتنين من نفس، يعني في ابتدائي او في اعدادي صعب قوي ان اتنين يذاكروا مع بعض لسبب واحد، ان هما الاتنين ما عندهمش قصه التارجت. انا عندي هدف ولازم احققه بالطريقه دي، زي ما انا قلت لحضرتك من شويه. يستحسن ان تبقى المذاكره لوحديهم. لكن قصه المذاكره مع صاحبي او المذاكره مش مع صاحبي ده برضو بتعتمد على مستوى الصاحب. يعني افرض صاحبي ده مستواه هو مش ما عندوش استعداد قوي للمذاكره، يبقى ده هيقلل من مستواه. فده بيفرق قصه هل الصديق ده صديق فعلا هيساعد ولا لا. ولا لا. المذاكره كتابه او مذاكره شفوي برضه دي بتعتمد على امكانيات الشخص وطريقه تحصيله. بيحب ايه اكتر، هو استعداده ايه. صح. برضه نقطه المذاكره مع الاصدقاء. يعني في طفل عندي بيبقى اجتماعي، هو بيقدر ينجز اكتر مع حد حواليه، مع حد يشجعه. ممكن حد يركز مع صوت التلفزيون، حد تاني يعني الهدوء ده يقتله مثلا. ايوه. في اطفال تانية لا، هو طفل منعزل او طفل هو بيحب الهدوء، فده طيب. بالنسبه له حد تاني ده هيضيع له بقى مجهود. تنظيم الوقت ما بين المذاكره وما بين الدروس، وكارثه الدروس الخصوصيه، لان ممكن يبقى طالب صاحي يذاكر من 7 الصبح وعنده درس مثلا الساعه 8 9 بالليل، فاللي هو خلاص هو رايح الدرس، هو اي حاجه هتخش يعني مش عارفه هتخش ازاي. ده برضو تبع الترشيد الوقت اللي احنا اتكلمنا عنه. يعني تنصح الولاد اللي بياخدوا دروس طبعا ثانويه عامه الله يكون في عونهم وامتحاناتهم رمضان يعملوا ايه في فكره ان هو ينام امتى ويصحى امتى ويذاكر خلال اليوم ازاي؟ هو لازم الاول برضو يكون الطالب مقتنع ان يعني احنا بنتحول من الدروس عشان استفيد لادمان دروس. أيوة. يعني ايه؟ يعني انا مذاكر الماده وكويس فيها جدا وهحصل اكتر لو انا في البيت. ما انا كنت لسه هسأل السؤال ده، يعني تمام. احسن ليله الامتحان ابقى مع نفسي ولا اروح المراجعه بتاعت ليله الامتحان؟ طيب، برضو دي معتمده على الطالب. يعني في طالب مثلا انا تحصيلي دلوقتي اكتر ان انا هقعد اذاكر مع نفسي، معظم الطلبه بيبقوا كده تمام. بس في طلاب تانيين بيكون هو وصل لمرحله الملل. يعني طالب بيذاكر فوصل لمرحله ملل. طب الحل دلوقتي ان هو هيقعد يذاكر وهو حاسس بملل، ولا برضه بنفس اسلوب اللعب في المذاكره، ان في طريقه القاء، يعني طريقه القاء الدروس الخصوصيه ميزتها ايه؟ ان حد بيكلمني صوت وصوره، فبروح بتبقى طريقه المذاكره قرايه، بشغل حواسي كلها. لكن بقى مشكله ان انا هعتمد على الدرس الخصوصي بس، يبقى انا في حواس ما اشتغلتش، الحاسه اللي هي بتاعه البصريه الفوتو ميموري. لكن طب انا دلوقتي برضه قعدت لوحدي، ما انا بس الفوتو ميموري هي اللي شغاله، لكن انا الصوت او ان انا اشوف حد بيكلمني دي مش موجوده. فقصه اهم حاجه ان انا ما اتعاملش مع المذاكره او مع الدروس الخصوصيه ان هي كادمان. لا، عادي جدا، انت حاسس ان انت محصل في الماده وكويس فيها بالزبط. مش لازم تروح درس. حاسس ان انت هتحصل اكتر في البيت،
اقعد في البيت وذاكر في انت البيت. اللي تحدد، او الاهل كمان ممكن يحددوا، لان برضو لو هم بيذاكروا الولاد هيبقوا عارفين مستواهم ممكن بيكونوا يبقى عارفين ان المستوى باين طيب ازاي. في بقى شكوى طبعا متكرره، ويمكن دي اكتر بتبقى ليله الامتحان او يوم الامتحان الصبح، اللي هو انا مش فاكر حاجه، انا ذاكرت مش فاكر حاجه خالص. وممكن حتى الولاد يروحوا المدرسه منهارين شايفين ان هم مش فاكرين، ممسوحه المعلومات. تمام، طبيعي. زي ما بقول لحضرتك طبيعي، مفيش اي مشكله خالص. يتعامل مع الماده اول حاجه برضو دي بسبب كميه التوتر والقلق اللي الاهل عاملينها والضغوطات اللي الاهل عاملينها طول الشهر اللي هي بتاعه الامتحانات. فخلاص هو حاسس ان حياته كلها متوقفه على اليوم ده. لكن هو لو احنا اتعاملنا مع الامر بثقه، طبعا مستواه في المذاكره يعني مستواه في تمام. الدراسه بيفرق كتير. هو لو مستواه كويس، اهله مدين له الثقه، هيقدر يتعامل مع طب مع ده بقى انا المشكلة عايزه دي. برضو اعرف دور الاهل برضو في ان هم يزودوا الثقه. ممكن يعملوا ايه مع الطالب ولو برضو لقوا الولد متوتر حتى لو مذاكر نص نص؟ لان في برضو اهالي ممكن هو يبقى متوتر ويزودوا توتره، ما انت ما ذاكرتش من اول السنه، ما انت مش يعني طبعا ده غلط فخلاص كتير. خلاص الدنيا بقى التسوية اللي هو في بس الاهل برضو يعني لازم نعذرهم، اللي هم متوترين وخايفين على برضو الولد انه ما يشيلش حاجه، فبتبقى عايز تهدي مين ولا مين؟ عايزين عنصر خارجي بقى يهدي الاثنين. بصي، العنصر الخارجي ان اول حاجه لازم الاهل يعرفوا اول ابن ان ده مش نهايه العالم. تمام. طيب في نقطه بتزود الثقه جامد قوي مع الولاد، ان هو يحل امتحانات. حل الامتحانات بتاعه السنين باجاباتها. ده بيدي ثقه. يعني ايه بيدي ثقه؟ بيخليني ان انا عارف ايه اللي هيجي. الشخص اللي قدامي او الممتحن بيفكر ازاي وهو بيديني الاسئله مكرره. خصوصا لو حد حل مثلا، يعني انا بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي علشان خاطر قصه الثقه، ويا ريت كلنا نعملها مع اولادنا، ان احنا نخليه يحل مثلا اخر 5 امتحانات ونخليه يكررهم مره ثانيه. يكرر الامتحان تاني؟ طب ليه يا دكتور؟ دي مش عشان خاطر مذاكره قد ما عشان خاطر ثقه. هو بعد كده هيحفظ الامتحان ده. قصه حفظ الامتحان ده هيخليه عنده الثقه، مش عشان خاطر ان هو يحصل اكتر، بس تمام. علشان خاطر يبقى هو عنده ثقه في معاملته مع الامتحان. تمام. طيب سؤال الاخير، يعني بعد ما نخلص الامتحانات، يعني الماده خلصنا امتحانها وطالعين، نراجع ونشوف صح وغلط ولا ما اتوترش وافكر في الماده اللي بعدها؟ لو احنا برضو رجعنا لنقطه ان احنا بنذاكر عشان خاطر المعرفه، المفروض اشوف انا غلطت في ايه عشان خاطر معرفتي تزيد وعشان خاطر اعرف اخطائي. بالظبط. تمام. بس لازم اكون عارف نفسي، ولازم احنا نكون عارفين ولادنا. يعني مثلا لو ولادنا من الاشخاص اللي هي المتوتره اللي هتفضل تفكر في الغلطه دي للسنه اللي بعدها، لا خلاص يبقى خلاص نوقف. على حسب كل واحد. يعني ممكن يعني برضو من الحاجات الكويسه ان احنا ممكن ناجل الخطوه دي، خطوه المراجعه دي، لبعد الامتحانات خالص. ما هيكون نسي كتب ايه؟ ما خلاص مفيش مشكله. خلاص مفيش مشكله، يبقى هو يبقى انت نسيت خلاص، يبقى القلق اتشال. عموما نورتنا دكتور حاتم صبري، طبيب نفسي اطفال المراهقين. شكرا لوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا ليك. وطبعا بنتمنى لكل اولادنا يا رب النجاح والتوفيق. طبعا الابتدائيه بداوا خلاص بقى لهم يومين، القاهره والجيزه ويمكن كمان محافظات ثانيه بدات من يوم السبت، والاعداديه جايه والثانويه، فيا رب ربنا مع الجميع، والامتحانات يا رب تيجي ما حدش يبقى طالع منها زعلان ابدا. ودلوقتي نروح معاكم لفاصل ونرجع مع زميلتي رندا شريف، خليكم معانا.